واحدة من الفرص الجميلة جدًا اللي بتقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي برنامج اسمه مشروع بدايتي لدعم مشروعات التخرج، ناس كتيرة جدًا سألتني عنه. هي زي فرصة كده إن أنا أديك فلوس أو أديك تمويل تقدر إن أنت من خلاله تقدر تبني حاجة لما بعد التخرج كمان لحياتك بشكل عام. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بشكل من التفصيل عن الموضوع، هنتكلم مقدمة كده وإيه هي التخصصات اللي بيشملها البرنامج ده. وهنعرف إن تقريبا كل التخصصات أو معظم الناس اللي بتسمعني دلوقتي ليهم الفرصة دي. إيه هي معايير المفاضلة؟ وده سؤال مهم. مين اللي بيتم اختياره بالتحديد؟ طريقة ملء استمارة التقديم، وآخر حاجة كيفية التقديم للمنحة دي. مقدمة كده، إحنا بس عايز أدي نقطة أو هنت عن اسم البرنامج مشروعي بدايتي. المشروع ده أنت بتعمله وأنت في سنة رابعة، في آخر سنة ليك. بعد ما بتخلص ليك حق ان انت تاخد المشروع ده وتكمل، طالما ان انت ناوي تكمل المشروع ده. كان ممكن يكون بيزنس خاص بيك او whatever. هنتكلم بشيء بالتفصيل، بس هو حاجة قوية جدا ان انا بديك تمويل او بنتكلم بقى الدولة بشكل عام بتدعم الشباب من خلال البرنامج ده. تمويل المشروعات من حد أدنى 15,000 لحد أقصى 75,000 جنيه، بواقع 15,000 جنيه للطالب. ودي أنا حابب أشرحها شوية. لو إحنا بنتكلم إن طبعا هو هيبقى في تيم أو فريق. الفريق ده كل طالب في الفريق ليه 15,000 جنيه أو كحد أقصى إن أنت تطلبه. يعني إيه؟ لو إحنا بنتكلم إن متقدم في المشروع طالبين، فحد أقصى للتمويل 30,000 جنيه. طب لو 3 طلاب حد أقصى 45,000 جنيه. طب لو 4 طلاب نفس الكلام هيكون 60,000 جنيه حد أقصى. يعني أنت ممكن تطلب أقل من كده حسب المشروع بتاعك محتاج إيه. لو 5 طلاب 75,000 جنيه. طب في حالة إن هم أكتر من 5 طلاب التمويل هيكون 75,000 جنيه. ونقطة هنا، لازم الطلاب كلهم يكونوا من سنة التخرج. لو حد مش في سنة التخرج هيتحذف وهيتحذف الفلوس اللي كانت مقررة ليه. لازم يكون سنة التخرج. شوية معلومات كده، إن اختيار الفريق والمشرفين من اختيارك أنت. شرط إن هما يكونوا من نفس المؤسسة اللي هي نفس الجامعة. يعني إيه؟ يعني مش مجبر عليك نهائيا تيم معين ولا مشرف معين. أنت هنا اللي بتختار أكتر ناس بتستريح معاهم، أو ممكن نتكلم صحابك بقى اللي انتوا شغالين مع بعض على طول. وتختار المشرف يكون أنت بتحبه أو اتعاملت معاه قبل كده، أو يكون بشكل عام من اختيارك. ممنوع وجود اسم طالب في التقديم بمشروعين مختلفين. يعني أنت كطالب اسمك يتحط في مشروع واحد بس، ما تقدمش في مشروعين. تمام. حد أقصى عدد 2 مشرف. طب أنا بس عايز أدي النقطة بالنسبة لوجود طالب في مشروعين. ده عمل مشاكل كتير في السنة بتاعتي، عمل مشاكل كتير. وبيكون في إجراء إقصائي من الأكاديمية في حالة إن طالب دخل بمشروعين مختلفين. حد أقصى 2 مشرف زي ما احنا قلنا. مسموح للمشرف الإشراف على مشروعين بحد أقصى. بنيجي الناحية تانية للمشرف، أنا مشرف أهو وجالي تيمين. ممكن إن أنا أكون مشرف معاهم عادي، مفيش مشكلة. لكن أكتر من كده لأ. طيب، نقطة تانية، إن التمويل وأي حاجة إدارية وموضوع الفلوس بشكل أساسي من الطالب بيتم تفويض. طالب رئيسي هو اللي بيقوم بكل حاجة خاصة بالنواحي الإدارية وتخليص الورق والتمويل. حتى الفلوس بتنزل على الحساب الشخصي للطالب. فزي ما قلت، هو المشروع بشكل عام بيبص ناحية الطالب بشكل أكبر. أنا عايز أدي كده زي تايم لاين مشروعي بدايتي بيبقى ماشي إزاي. إحنا طبعا في كول جديدة نزلت السنة دي 2022 2023. إحنا بنتكلم إن 1/11 تم فتح باب التقديم، 1/11 اللي فات. طيب باب التقديم هيتقفل إمتى؟ 31/12، يعني لسه قدامنا شهر ونص من تاريخ الفيديو ده. طبعا التقديم يكون من خلال الموقع وهشمله بالتفصيل. طيب، تعالوا بقى الحاجات ممكن مش معلنة قوي. امتى بيتم الإعلان عن يعني الإعلان الفائزين بالمنحة؟ بيكون شهر مارس لإبريل، في الرينج ده، بس عادة شهر مارس إن شاء الله بيتم الإعلان عن الفائزين بالمنحة. وبيتم تسليم العقود من الأكاديمية. بيتعمل عقد بين الطالب الرئيسي المفوض من باقي الطلاب والأكاديمية كعقد رسمي بشكل مثبت يعني. بعد كده بداية من شهر إبريل تقريبا بيتم تسليم الفواتير والتقارير اللي انت شغال عليها.
شهر أغسطس بيتم تسليم التقرير النهائي. كاتب هنا مش شرط تكون خلصت، لأن في بعض المشاريع الشغل بتاعها بيتطلب إن هو ياخد وقت كبير شوية، زي المشاريع البحثية ممكن تاخد سنة كاملة. فبالتالي أنا هنا لما بسلم التقرير النهائي بقول أنا عملت إيه خلال الفترة اللي فاتت، وبلس إن أنا الفترة الجاية هعمل إيه. ما تشغلوش دماغكوا شوية أو بالكوا من أول شهر مارس ده، عايزين نركز في حتة التقديم بشكل أساسي، إن إحنا نتقبل وبعدين نتكلم في الحاجات التانية يعني. لو إحنا هنتكلم على نقطة وهي التخصصات المقبولة، عايزك تسمع كده كل التخصصات اللي هقولها وتشوف هل انت واحد منهم ولا لا. وانا اكاد اجزم حتى لو في كليات ادبية ان انت ليك فرصة في المنحة دي. ايه هي التخصصات المقبولة؟ العلوم الهندسية زي الهيدروجين الاخضر للانتاج النظيف، العمران الاخضر ترشيد وتخزين الطاقة، تحلية ومعالجة المية والطاقة الجديدة والمتجددة، الصحة والدواء طرق جديدة لتوصيل الدواء، البحوث الإكلينيكية وقبل الإكلينيكية، الصيدلة الإكلينيكية والجينية، الطب الشخصي والدقيق والجزيئي كمان. طيب علوم الحاسب، سلاسل الكتل، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، معالجة البيانات الكبيرة والحساب العلمي. العلوم الأساسية اللي هي البيزك ساينس بقى، البيولوجي، الجيولوجي، الفيزياء، الرياضة. الدراسات المستقبلية، التنبؤات، زي التنبؤات وإدارة المخاطر، التصحر، مستقبل الطاقة والمياه والغذاء، التغيرات المناخية والسكنية بشكل عام. لو احنا بنتكلم العلوم بقى المتداخلة أو العلوم البينية والمتلاقية، زي الفيزياء الحيوي، البايو انفورماتكس أو المعلوماتية الحيوية، النانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي. حتى العلوم الاجتماعية موجودة معانا، زي الإعلام والسينما، الخيال العلمي، التراث الشعبي والثقافي، الهوية البصرية، الرسوم المتحركة. وأخيرا العلوم التطبيقية زي الروبوتكس والصناعات النسيجية والأجهزة الطبية التعويضية، البيئة، الزراعة، الغذاء، الصون، الطبيعة. كل اللي أنا عايز أقوله إن تقريبا شاملة كل التخصصات. يعني إيه؟ منحة دي مترجطة إن أنت والله أنت في تخصص معين، إزاي إن أنت تعمل مشروع كده، المشروع ده هو يكون يعني حياتك فيما بعد، هيكون بداية ليك إن أنت تقدر تطور وتقدر تستمر بالمشروع ده. فده كده أول نقطة خلصناها. هنتكلم دلوقتي على معايير المفاضلة، مين المشروعات اللي بيتم يعني وأنا داخل كده، أو الناس اللي بتقيم المشروعات، مين المشروعات اللي هيتم قبولها في المنحة دي. وإن شاء الله يا رب يعني كل اللي بيسمعني دلوقتي يتقبل في المنحة. إيه هي معايير المفاضلة؟ في معايير أساسية وفي معايير ممكن لا تكون موجودة، مش أزمة يعني. لكن المعايير الأساسية التلات حاجات دول، إن أنت لازم تكون حاجة من التلاتة. يا إما متارجت في مشروع التخرج بتاعك إن أنت هتعمل نشر دولي، نشر علمي للناس اللي هي مهتمية بالبحث العلمي بشكل عام، أو إن أنت تعمل براءة اختراع، أو حاجة اسمها نموذج أولي. لو أنت الشغل بتاعك تطبيق شوية، فأنا بعمل نموذج أولي للمشروع بتاعي. نموذج أولي يعني إيه؟ يعني أنا في المشروع بتاعي عايز أعمل منتج معين، والمنتج ده أنا هنزله السوق، فأنت هتعمل لي نموذج صغير منه، يبقى أنا عايز التمويل ده عشان أعمل النموذج الصغير ده أو النموذج الأولي. طيب يبقى انت متارجت التلات حاجات دول، او ان انت بتارجت منتج يمكن انتاجه بعد التخرج. احنا بنتكلم على منتج دلوقتي من خلال، ركزوا معايا، بتكلم في شركة صغيرة او متوسطة مما يساهم في ايجاد فرص عمل. يبقى انا بتارجت المشروع ده عشان اعمل شركة صغيرة ليه. طيب تالت حاجة تكنولوجيا جديدة او معدلة قابلة للتطبيق الصناعي. بنتكلم هنا في حتة إن أنت ممكن تشوف مصانع أو شركات عندها مشاكل معينة وإن أنت تبدأ تحل المشكلة دي. أو بشكل عام إن أنت تعمل نيو تكنولوجي، بس ده ممكن يكون صعب شوية. نيو تكنولوجي لو قدرت تعمله معدلة، دي نقطة مهمة. تكنولوجيا جديدة أو معدلة يعني إيه؟ يعني أوريدي في تكنولوجي موجودة بس أنا هضيف حاجة، أوكي مفيش مشكلة. تمام، يعني أنت هتاخد نفس التكنولوجي موجودة بره مثلا وهتعدل عليها تعديل بسيط، وتقدر تطبقها بشكل صناعي في مصر بشكل عام. طيب دول التلاتة اللي انت لازم تكون حاجة منهم. تمام، ده مبدئيا علشان تكون مدرك في المنحة دي. طب في تلات حاجات اوريدي هتزود فرصك لو انت يعني كان في حاجة منهم موجودة معاك. المشروعات التي تشمل على مشاركة إحدى القطاعات الحكومية، يعني أنت اوريدي عامل بارتنرشيب أو عامل شراكة مع حكومة. لو أنت شغال في مجال الطاقة، فأنا والله في اوريدي يعني القطاع الحكومي بشكل عام، في الوزارة الخاصة بالطاقة وكده عامل معاها شراكة.
بإن احنا ننتج المشروع ده هيخلي فرص إن انت يتم تمويلك كبيرة جدا. طيب فكرة مشروعات التخرج التي تشمل على تخصصات مختلفة بشكل تكاملي، كون إن احنا أكتر من يعني احنا تيم اهو بس من تخصصات مختلفة. عشان كده أنا بقولك التيم يعني مش شرط إن هو نفس التيم اللي انت اشتغلت بيه مشروع التخرج، لا احنا ممكن تيم من تعدد تخصصات، من تخصصات مختلفة اوكي، ممكن من كليات مختلفة، مفيش مشكلة برضه. تالت حاجة المشروعات التي تحصل على دعم من الشركات الصناعية، إن أنت تروح لشركة أوريدي عندها مشكلة وأنا هحاول أحللك المشكلة دي، فأنت عامل شراكة مع شركة صناعية. دي 3 حاجات هتعزز من إن أنت تكسب التمويل. طيب يبقى دلوقتي أنت عندك حاجة من اتنين، لو احنا هنقسم المشروعات بشكل عام، في مشروعات خاصة بالبحث أو البحث العلمي scientific research، just بس إن أنا بخش معمل وبعمل شوية تجارب وخلاص على كده، ده كده شق أول. طيب الشق التاني هو entrepreneurship أو ريادة الأعمال. البارت ده احنا بنتكلم لو انت حد عايز تعمل منتج، عايز تعمل بيزنس خاص بيك، فدول التو اوبشن انت واحد منهم الاتنين، والاتنين بيتم تمويلهم مفيش مشكلة. بس طبعا حتة الشغل الابلايد ده بيكون يعني الاتجاه ليه اكبر او بشكل اكبر. يعني الريسيرش كويس بس شرط ان هو يحل مشكلة بشكل كبير. طيب كده احنا هنتكلم على دلوقتي طريقة ملء استمارة التقديم أو المحور الثالث معانا، ازاي أملى الاستمارة. الموضوع إن شاء الله بسيط، بس هيبقى فيه تريكة أو اتنين بس تاخد بالك منهم، وإن شاء الله مش هياخد وقت بشكل عام. أول حاجة أنت هتحمل نموذج التقديم من اللينك ده. اللينك ده أنا هحطه في الديسكريبشن في الفيديو يعني، فهتلاقوه في الديسكريبشن. هتحمل النموذج اللي هو هيكون 3 صفح، ودي هتكون بدايته. ده بشكل عام انت هتبدأ يعني ده أول حاجة، عنوان المشروع باللغة العربية، وده تقريبا يعني مش عايز أقول 50% من الاختيار بيكون على فكرة العنوان بشكل عام. لأن أنا مثلا أو لما هنيجي نختار أو بيتم اختيار، طبعا مش أنا، لما بيتم الاختيار بشكل عام في أي حاجة، أول حاجة بشوف العنوان، هو العنوان بتاعك إيه. في ناس بتستبعد بس من العنوان. حاول إن أنت توصل المشكلة اللي أنت بتعالجها أو الحاجة اللي أنت هتحققها في المشروع ده بشكل من خلال عدد كلمات معينة، إن أنا أقرأ بس العنوان أقدر يحصل لي أتراكشن كده إن أنا أكمل البروبوزال بتاعك أو استمارة التقديم بتاعك. بعد كده هو العنوان باللغة العربية واللغة الإنجليزية. بعد كده بيانات بسيطة جدا عن التيم، وهنلاحظ إن هو كده في 5 خانات والمشرف فيه خانتين. وممكن لو موجود يعني حد راعي ليك المشروع بتاعك أو شراكة، دي هتعزز منك في الغالب. أو معظم الناس اللي بتكلمني أو بتكلم دلوقتي معاه أو سامعاني دلوقتي مش هيكون معاها البند إن في راعي للمشروع، إلا بقى لو ناس كانت شغالة على مشاريع قبل كده ولسه هتكمل يعني. طيب بالنسبة للاستمارة هيكون في تاني صفحة بتكتب وصف موجز للمشروع خلال يعني في ما لا يزيد عن 200 كلمة، وركزوا في ما لا يزيد. يعني أنا ممكن أكتب 5-6 جمل. هو هنا بالعربي، مرة بالعربي مرة بالإنجليزي، يعني نفس الفكرة بالظبط. بس هنا النصيحة بقى إن أنت تحاول تركز على أهم نقاط القوة الموجودة في المشروع بتاعك، اللي انت ان انا جاست بس هقرا الوصف بصورة مختصرة خالص، خلاص المشروع ده تمام واحنا محتاجينه. انت هنا بتبرز بشكل عام المشكلة اللي انت بتحلها، وان انت متارجت ايه بشكل واحنا بنتكلم خلال الفترة اللي جاية او خلال 6 شهور انت ناوي تشتغل على ايه بشكل مبسط جدا. 5-6-7 جمل بالكتير، ما تحاولش تكتر. بالعربي، وطبعا هترجمه بالانجليزي مفيهوش مشكلة. الهدف العام من المشروع والمشكلة اللي يقوم هذا المشروع بمعالجتها. هنا الهدف العام هنا أنا بتكلم انت بتعتبر ان حد اوريدي مش من المجال ده، يعني انت حد تخصص طب مثلا، فانت مش هتقول لي بالتفصيل، لا انا بشكل عام انا بتكلم في مجال الصحة وعندي مشكلة. ايه هو الهدف العام؟ انا بتكلم بشكل صحة في الصحة يعني كعلاج لمرض مثلا زي السرطان، لان طبعا السرطان ده معروف خطورته، والنوعية دي بالذات ما كانش ليها علاج معين. او ان الشعب مثلا المصري بشكل عام بيعاني من مشكلة مثلا زي البريست كانسر بشكل كبير، او في عدد كبير من المصريين عندهم مثلا السرطان ده. فانت بتتكلم هنا الهدف العام بعيدا عن التعقيد العلمي اوي يعني.
فده كده الوصف والهدف العام. تقريبا الموضوع لغاية دلوقتي بسيط. هنيجي بقى على النقطة، وهنا ممكن مشرف يساعدك فيها، ايه هي الميثودولوجي او منهجية ان انا هحقق بيها الهدف اللي انا حاطه. انا بس مش عايزك تتخض من الكلام، يعني فكرة الميثودولوجي او يعني ازاي ان انا هنفذ المشروع بتاعي. انا عايز نكتب المخرجات الرئيسية من المشروع الاول، وبعدها نكتب المنهجية. انا من المشروع هعمل ايه؟ هعمل بحث علمي، بيبر، بحث، ولا هعمل براءة اختراع، ولا هعمل نموذج اولي، ولا هعمل شركة اوريدي تستفاد. على حسب الهدف ده بقى ازاي هتحققه، ده المنهجية اللي احنا بنتكلم فيه. ايه هي الخطوات اللي انت هتشتغل عليها ان انا انفذ ده. فانا لو انا بتكلم بحث معين مثلا، فانا اول حاجه هحتاج ان انا اشتري المواد المختلفه بتاعتي. تاني حاجة لو أنا هحضر شوية حاجات فهبدأ تحضيرها. تاني حاجة أو تالت حاجة إن أنا هتأكد من تحضيرات المواد دي. رابع حاجة مثلا إن أنا هطبقها في تطبيق معين، أو على عينات معينة، أو على أشخاص معين. هنا طبعا على حسب التخصص اللي أنت شغال فيه، فأنت بتكتب منهجيتك إن أنت توصل للمخرج اللي أنت هتكتبه في الشق التاني. المخرجات الرئيسية زي ما قلت، أنا بطرد مثلا بحث علمي، أو إيه الحاجات اللي أنت بتطردها. يبقى اللعبة كلها تقريبا في المنهجية أو الميثودولوجي. عايز أشير لنقطة هنا. أنت بتعمل حاجة مقترحة، يعني إيه؟ مش شرط بالظبط ده اللي هتنفذه. أنت بتقترح بشكل عام الخطوات أهي اللي أنا همشي عليها. لكن هل دي لازم أو هتتحسب إن هي دي لازم بشكل أساسي؟ طبعا لأ. يعني ممكن وأنت في الطريق أو خلال خلال الشغل بتاعك إن أنت تلاقي حاجات أفضل، أو تعمل شيفت حتى بسيط في الإطار العام للشغل بتاعك. المخرجات الرئيسية زي ما قلنا، ايه الميزانية المطلوبة للمشروع. دي برضو تاني نقطة ممكن تكون فيها لود شوية. احنا قلنا الميزانية انت هتحددها، والله لو انتوا 5 اشخاص فانتوا ليكوا تمويل لغاية 75,000 جنيه. حاول ان انت تستفاد بال75,000 جنيه كلهم. طيب، فبالتالي الميزانية المطلوبة هي بتبقى ميزانية برضو مقترحة، يعني مش شرط as it is، يعني اللي هي دي اللي أنا هنفذها بالملي. لا، يعني أنت بتحط حاجة تاني مقترح. لو في أي مشكلة حصلت أنت بتبلغهم عادي، والناس هناك متفاهمة إن والله في حصل شيفت، إن حاجات معينة بدل دي أنا هجيب حاجات معينة. تمام. آم، طيب، لو احنا بنتكلم الميزانية، يجب على مقدمة طلبات كتابة قائمة تشمل جميع المعدات والموارد والأدوات والمواد اللازمة من أجل التنفيذ الكامل للمشروع، شرحا موجزا على مدى الحاجة إلى كل بند. انت هنا بتعمل جدول. الجدول بيبقى شقين أو تلات حاجات. أول حاجة ايه هي العنصر اللي انت عايزه. تاني شق السعر بتاعه. تالت شق هو مفيد لدرجة ايه، يعني ايه أهميته بالنسبة لك. مثلا انا هشتري مواد كيماوية مثلا، يبقى مواد كيماوية دي للتحضير. ممكن بند مثلا ان انا هحلل عينات، فتحليل العينات ده للتأكد من صحة النتائج مثلا. يجب أن تشمل هذه القائمة التكلفة المتوقعة لكل عنصر بالتفصيل. زي ما انتم شايفين هنا تكلفة متوقعة، لأن أولا الأسعار مش ثابتة. ثانيا في الحتة دي بالذات، يعني مش يعني انت بيبقى ليك التمويل وبيتصرف لك. انت بتحاول تمشي تاني في الاطار بشكل عام، مش شرط اللي هو ده تبقى، لان دي حاجه بتخوف معظم الناس. انا مش عارف اصلا هل ان انا ممكن احتاج او ان انا الاقي العنصر ده ولا لا. انا ممكن استبدله في طريقه. طب ايه الحل؟ ما تقلقوش خالص، انت بتعمل حاجه مقترحه. يبقى فكرة المنهجية وفكرة الميزانية دول أكتر حاجتين ممكن ياخدوا منك وقت إن أنت تشتغل عليهم. وكده كده إحنا معانا وقت أهو، إحنا بنتكلم في شهر ونص. إجمالي التمويل زي ما قلت خليه استفيد بأقصى عدد ممكن أو بأقصى كم ممكن من المبلغ المتاح بالنسبة لك أو بالنسبة للتيم، يعني بشكل عام. طيب، بعد كده هل سبق الاشتراك في مسابقات محلية أو دولية بالمشروع اللي أنت داخل بيه ده؟ أو لأ؟ طيب، هل ترغب في تحويل مشروعك لشركة؟ والنقطة دي المعيار بتاع الناس اللي هي شغالة أي حاجة غير ريسيرش مهمة جدا. حاول إن أنت تبص إن أنا عايز أحولها لشركة. معظم الناس اللي بتقيم مشاريع التخرج هم entrepreneurship أو شغل ريادة أعمال أو فكرة البيزنس بشكل عام. المنحة دي من اسمها، ويا ريت إن احنا لو ركزنا عليها نفهم احنا ازاي أصلا هيبقى معاك الكي أو المفتاح إن انت تحصل على التمويل ده. لو احنا بنتكلم في المشروع اسمه مشروعي بدايتي.
فدي حاجة أساسية جدا وكتحكيم يعني الناس اللي في السؤال ده بالذات إن أنا أحولها لشركة، لا أنت ممكن أو أوكي إن إحنا ندعمك. هل ترغب في تحويل مشروعك لشركة لو أنت مش شغال بحث علمي أو حتى شغال بحث علمي لحاجة ممكن تعمل برودكت معين؟ اكتب طيب إذا كانت الإجابة بنعم اذكر معايير نجاح الشركة. أنا هديكوا زي حاجة يعني هتبقى قوية جدا لو انتوا نفذتوها في السلايد اللي بعد كده. يبقى السؤال ده أعتقد هيبقى محوري لو انتوا جاوبتوا عليه. أين ترى فكرتك خلال عامين من اليوم إذا توفرت لك الآليات التي تسهل تحقيق أي شيء تتمناه؟ انت شايف اللي هو احلم كده ان انت هتوصل بايه للمشروع بتاعك. هنا احلم بجد يعني، حتى لو في عدم واقعية قوي، بس حاول ان انت تحلم ان انا ممكن اوفر او ممكن ازاي. ليه او بيحطوا الفرصة دي؟ لان ممكن المشاريع بتاعتنا او المشاريع الموجودة اوريدي في ناس ممكن تقراها يعجب بمشروع معين يقوم داعم المشروع ده يوفر لك كل حاجة. فجاست احلم وكأن ان رئيس الدولة بنفسه هياخد المشروع بتاعك ده هيتبناه. طيب اذكر ايضا الشركات التي تتمناها. هنتكلم عن النقطة دي والنقطة دي في السلايد اللي بعد كده. طيب احنا قلنا في حالة ان انت شغال ان انت تحول المشروع بتاعك لشركة، تعمل حاجة جميلة جدا لو عملتها انا بضمن لكم. لو انت عملتها بشكل كويس انا بضمن ان المشروع بتاعك يقدر ياخد تمويل، وهي بزنس موديل كانفاس. انا بعمل نموذج يعني اقتصادي او بشغل بيزنس بقى للمشروع بتاعي. البلوكس دول هم 9 بلوكس بشكل عام بيشملوا كل حاجة اللي هي رود ماب كاملة، ودي حاجة هتفيدك جدا على المستوى الشخصي، وفعلا ممكن تكون دي البداية ليك لحاجات بعد كده كتير بالمشروع بتاعك. خدوها ان هي فرصة صدقوني يا جماعة. طيب لو احنا بنتكلم ان انت تقدر تعمل حاجة اسمها بيزنس موديل كانفاس للمشروع بتاعك ده، لو انت عملته هتحطه فين؟ هتحطه هنا. يعني هتكتب انا ارغب لتحويل مشروع الشركة وتحط البيزنس موديل كانفاس هنا. طيب اول حاجة البيزنس موديل كانفاس ده انت ممكن تكتب على جوجل عادي تحميل نسخة بيزنس موديل كانفاس، هيجي لك البلوكس دي تقدر ان انت تملاها. هشرح باختصار شديد جدا البيزنس موديل كانفاس ده بيتملي ازاي، وبعد كده نخش على كيفية التقديم. البيزنس موديل كانفاس للناس اللي هي اولا الشغل بتاعها انا هنشئ شركة معينة، او حتى هما شغالين بحث علمي بس هيطلعوا منه منتج، اعمل بيزنس موديل كانفاس. طيب اول حاجة الكاستمر سيجمنتس، مين الناس اللي انت بتستهدفها، مين الزباين بتوعك. يعني انا هعمل منتج معين، مين اللي يقدر يشتري المنتج ده. تاني حاجة البلوك ده اسمه value propositions أو إيه هي القيمة المضافة. المنتج اللي أنا هعمله ده إيه المميزات بتاعته، يعني إيه اللي يخليني أنا كزبون بقى أو سيجمنت معين إن أنا أشتري المنتج بتاعك. فأنت هنا بتكتب القيمة المضافة الموجودة عندك. تالت حاجة customer relationships، ازاي هتكون علاقات بشكل مختلف مع الناس اللي موجودة. ازاي ان انت والله انا ممكن اعمل offers او عروض للناس دي ان هي تكمل معايا، ممكن اعمل ضمان لمدة سنة او سنتين للمنتج بتاعي، وهكذا. ازاي ان انت تحافظ على relationships او العلاقات مع الكاستمر بتاعك. النقطة الرابعة ازاي ان انا channels او ازاي وسيلة التواصل مع الزبون بقى زي ما نقول، او الكاستمر او السيجمنت اللي هتشتري المنتج ده، سواء ان هم ممكن يكونوا شركات او ممكن يكونوا اشخاص. فوالله ممكن يكون من خلال موقع ويب سايت او من خلال فيسبوك او من خلال الايميل. اوكي طيب بعد كده ايه هي الكي اكتيفيتيز. لا يعني الثري بلوكس دول بنتكلم في او 3 بلوكس دول بنتكلم في انت هتعمل ايه بقى. ازاي ان انت او كيف بقى ان انت هتنفذ المشروع بتاعك ده. اول حاجة في حاجة اسمها key activities او ايه هي الانشطة الاساسية اللي انت هتعملها عشان تنتج المنتج ده. يعني انا هنتج منتج معين هحتاج والله بروسيس معينة كده، فانت بتكتب ايه هي الانشطة الاساسية لان انت تعمل المنتج ده. تاني حاجة الكي ريسورسز او ايه هي الموارد المختلفة اللي انت هتحتاجها عشان تنتج المنتج. النقطة اللي بعد كده الكي بارتنرز او مين الشركاء بتوعك. والله انا ممكن هنتج مادة معينة، فممكن يكون هعمل بارتنرشيبس او شراكات مع الناس اللي هم بتوع المواد الكيماوية. والله انا هعمل شراكة مثلا مع وزارة زي وزارة الكهرباء او حاجة. فايه هي الكي بارتنرز بتاعتك.
بعد كده الكوست ستراكشر ده هيكلفك ايه، والريفينيو ستريمز والعائد هيبقى ايه. يبقى انا عشان انتج منتج مثلا معين، برودكت، هيكلفني قد ايه؟ طيب هيكلفني مثلا 1000 جنيه مثلا البرودكت الواحد. طيب البرودكت ده والله هيكلفني 1000 جنيه وأنا هبيعه مثلا ب1250، يبقى أنا كسبت 250 جنيه. طب على سكيل كبير and so on. فده كده باختصار شديد البيزنس موديل كانفاس، اعمله وحطه هنا لو انت فعلا ممكن تتحول لشغل. آه، بس كده الموضوع بسيط جدا او الفورم بسيط. سؤال اخير، هل المشرف بتاعك اشرف على مشروع التخرج قبل كده؟ نعم او لا؟ ده على حسب المشرف بتاعك. ده كده بشكل بسيط جدا. حتة ازاي اعمل الاستمارة بسيطة جدا، مفيهاش اي تعقيدات، بس اللعبة كلها في ان انت تجيب فكرة كويسة ممكن هي تدعم، وتركز على الحاجات اللي انا قلتها الخاصة بالجولز او الاهداف او المخرجات اللي انت ممكن تنفذها في المشروع بتاعك. اعتقد ان انا قلت كمان معايير اللي بيتم الاختيار على اساسها، فانت معاك ايه، الكتاب مفتوح. طيب عايز ادي هنت بس بسيط. انا اتكلمت على الانتربرينورشيب او الشق الخاص بالانتربرينورشيب او الناس اللي هتشتغل في البارت بتاع البيزنس بشكل عام. الانتربرينورشيب او ريادة الاعمال هي فيها 3 ووردز اساسيين او 3 كلمات مفتاحية: الانوفيشن، وان انت تشتغل شغل بيزنس كويس، والليدرشيب. 3 كلمات دول لو انت اشتغلت عليها، ان فعلا المشروع ده يكون هو البداية بتاعتك لحاجة ممتدة بقى لشركة صغيرة او شركة متوسطة، اعتقد ده اساسي. انت بتتكلم انت يكون عندك فكرة كويسة. الانوفيشن هنا مش لازم ان انا اخترق العالم، يعني فكرة تكون بس كويسة واشتغل عليها بيزنس كويس. فكرة الشغل الخاص بالبيزنس، البيزنس كماركتينج كأي حاجة، كماركت ستادي، كماركت سايز، الحاجات دي كلها كبيزنس. تالت حاجة ان انا اقدر اكود المشروع ده بشكل كويس ويبقى معايا تيم كويس، ان انا اقدر في النهاية اوصل لشركة خاصة بي. طيب ان انا اوصل لمنتج والمنتج ده يوصل لشركة، ده من خلال ستيبس. وهنا انا يعني هعمل لك ماكسمايزيشن كده او ماكسمايز بقى. ماكسمايز ان انا هعظم الدور بتاع تمويل الاكاديمية في البرنامج ده ايه. احنا او شغل ريادة الاعمال بشكل عام بيبقى فيه ستيبس. اول ستيب ان انا معايا ايديا، فكرة كده ريادية، زي فكرة فيسبوك مثلا، ان انا اعمل فيسبوك حاجة زي سوشيال ميديا كده للناس. فدي فكرة. فهل الفكرة دي الناس هتحتاجها فعلا وهيبقى قابلة للتطبيق؟ كانت قابلة للتطبيق. طب هعمل لها البيزنس موديل كانفاس اللي انا كنت شرحته كويس بشكل مبسط كده. فكرة انا هعمل ايه والستبس المختلفة اللي انا هحتاجها او كدراسة من ناحية البيزنس يعني. جاست ده اللي انا عملته بالظبط في الاستمارة اللي انا قدمتها. بعد كده هحتاج ايه؟ هحتاج تمويل عشان انفذ المشروع ده. هو هنا بقى الفرصة بتاعت مشروع بدايتي، ان هو يقدر يديك التمويل ده. بعد ما يديك التمويل ان انت تقدر توصل لزي نموذج اولي او بروتوتايب او MVP. بعد كده تقدر ان انت تسوق له او ان انت تبدأ تخش الماركت بشكل اساسي. هي ستيبس يعني، ده اختصار شديد يعني، بس بتكلم ان هي مرحلة هتكون قوية جدا لحياتك بشكل عام. أخيرا كيفية التقديم. أول حاجة هو من خلال فورم. أنت يعني اللينك ده هحطه برضو في الديسكريبشن. أنت بتملى الاستمارة، يعني هتخش على اللينك هيطلع لك نموذج أو النموذج ده أعتقد بسيط جدا. أنت تحدد اسم الجامعة والكلية بتاعتك، اسم المشروع طبعا اللي بيقدم ده هو الطالب الرئيسي، تمام، والميزانية المطلوبة، عدد طلاب المشروع، الحاجات دي بشكل اساسي. المجال الاساسي للمشروع، انت هتضغط هنا وتشوف اقرب مجال لك ايه، والمجال الفرعي للمشروع تاني اقرب مجال لك ايه، اسم الطالب المفوض والتليفون. خد بالك من البيانات دي، هي كلها بيانات اساسيه. خد بالك من البيانات دي لان لو فيها غلط ممكن اصلا من حد تضيع عليك. طيب بعد كده بتعمل اختيار للملف. ليه؟ هتختار الاستمارة اللي احنا لسه مالينها دي وتعمل ابلود للاستمارة. بس كده تعمل سبميت، مش اكتر. بس يعني دي الوسيلة الوحيدة. يعني انت مش تروح اي مكان الكتروني، يعني من خلال بس اللابتوب بتاعك او التليفون تقدر ان انت تعمل الاستمارة دي. آه بس كده. ولغاية هنا يعني الشرح بتاعنا خلص. أتمنى إن أنا أكون فدتكم، وإن شاء الله يا رب كده كل الناس اللي سمعت الشرح ده تقدر تاخد التمويل ده. فرصة كبيرة، أتمنى تستغلوها بشكل كويس. وشكرا لكم.